السلام عليكم. طبعا بعد الازمات اللي احنا بنشوفها والدولار والتعويم اللي حصل كذا مره، طبعا هينقسم الموضوع بالنسبه لي ان اقتصاد دوله، وده انا او انتم محدش ليه علاقه بيه لان احنا مش مسؤولين اصلا وممكن نكون مش فاهمين في الاقتصاد اساسا. واقتصاد الفرد، ودي بقى مسؤوليتك الكامله حتى لو مش فاهمها تتعلمها. دي مسؤوليتك انت، اقتصاد الفرد، الاسره، العيله، الوضع المادي بتاعك شكله عامل ازاي وتظبط ازاي، دي عندك انت وقصتك انت. خلينا نقول بعد الازمات الاخيره اصبح عندنا اربع انواع او اربع تقسيمات للاعمال في مصر. عندك النوع الاول والتاني تقريبا النهارده ما بقوش ليهم قيمه كبيره جدا لانهم اتاثروا للاسف بالازمات، زي الوظائف. ولو انت في وظيفة خليك فيها ما تسيبهاش، بس لازم تفهم ان دي الارضية بس بتاعتك، مش دي الحاجة اللي هتظبط معاك. انت محتاج حاجات فوقيها كتير عشان تظبط مصادر دخل اكتر. فالوظيفة عشان هي بالعملة المصرية او العملة المحلية، فبالتالي هي اتأثرت طبعا، لان انت لو دخلك مثلا مرتب معين فبالتالي القيمة الشرائية بتاعته قلت كتير، وقلت 3 مرات في نفس السنة. دي المشكلة لحد دلوقتي. النقطة التانية المشاريع التقليدية، هي نفس القصة، تكاليف التشغيل عليت والايجارات والحاجات والدنيا دي كلها عليت اتأثرت برضو. وفي نفس الوقت انت قيمة الدخل اللي بيدخل لك اصلا بعد كل ده يعني بالعملة المحلية برضو، فبالتالي قيمته الشرائية قلت هو كمان. وبالتالي الكام سنة اللي جايين دول او يمكن السنة دي او اللي بعدها هي سنة الصمود، لان انت يا دوب تصمد اصلا، مش ان انت حتى تتوسع او تكبر. بالنسبة للمشاريع التقليدية وربنا يعينهم، فالنوعين دول اتأثروا للأسف لأن هم بالعملة المحلية. النوعين التانيين ان انت تسافر بره مصر، تروح تشتغل بقى في اي دوله اوروبيه عربيه ايا كان. فبالتالي طبعا هيبقى فيه شويه تضحيات، شويه منهم الغربه طبعا والبعد عن الاهل والكلام ده كله، ومنهم ان انت محتاج راس مال اصلا كبير في البدايه عشان تدفعه اصلا يعني تلاقي لك فرصه او عقد عمل او حاجه زي كده عشان خاطر تعرف تطلع اصلا مثلا الكويت، السعوديه، او حتى دوله اوروبيه او الكلام ده كله. غير المصاريف اللي انت بتدفعها هناك للدوله المستضيفاك اصلا، مصاريف زي تجديد اقامه او حاجات زي كده. يعني الموضوع بالنسبه لي ده انا بعتبره كانه مشروع ليه راس مال وليه مصاريف تشغيل اللي هي بتدفع هناك. ولو رحت على يعني عقد عمل موجود فبالتالي انت كده كويس. في ناس احيانا بتروح تدور هناك وده بيبقى فيه مخاطره اكتر. لكن الميزه الوحيده هنا ان انت بتاخد دخل بالعمله مش محليه، وفي نفس الوقت انت بتعيش بنفس الستايل اللي هناك. يعني الدخل ده برضو خلي بالك لو هو مش كافي ان هو يعيشك كويس هناك، فبالتالي هنا في صعوبة اكتر. الحاجة الأخيرة دلوقتي اللي كل الناس دلوقتي أصبحت ترند وكل الناس تجري وراها دلوقتي هي استخدام الإنترنت. واستخدام الإنترنت بالنسبة لي حتى مقسوم نصين، إن أنت تتعلم مهارات معينة من خلالها تجيب دخل، زي مثلا ان انت تتعلم السوشيال ميديا ازاي تكسب منها، ازاي تستفيد منها، ازاي تعمل اعلانات ممولة، الكلام ده كله. الديجيتال ماركتنج بصفة عامة، الكوبي رايتنج، الكونتنت رايتنج برضو. حاجات مثلا زي ايه تاني، الدروب شيبينج، وازاي ان انا اشتغل على شوبيفاي والحاجات دي كلها. مثلا حاجات تاني زي ازاي ان انا استخدم امازون اصلا كوسيله في ان انا اعمل مبيعات من مثلا مجال زي اللي اسمه امازون اف بي اي. الفيديو اديتنج، يبقى عندي مهاره الفيديو والمونتاج والحاجات، ودول سعرهم عالي شويه. البرمجه بانواعها باشكالها، سواء موبايل ابلكيشن او ويب سايتس او الكلام ده كله. انك تتعلم المهارات دي كلها، اي مهاره من دول هتخلي معاك سكه ان انت تكسب بالدولار وبعملات كتيره جدا، لانك هتتعامل مع منصات وحاجات بره مصر اصلا. والحاجه التانيه ان انت تبدا مشروع له علاقه بالاونلاين بيزنس اللي هو معتمد على صناعه ضخمه مثلا زي صناعه البيع المباشر. ويمكن انا دلوقتي بعد التطورات اللي حصلت، انا بقالي 10 سنين في صناعه زي البيع المباشر دي. يمكن بعد التطورات اللي حصلت دي والدنيا يعني حصل فيها دروبات سريعه كده في الاقتصاد، خلى الموضوع ان الواحد يبقى ميكس ما بين ده وما بين ده، ما بين صناعه زي صناعه البيع المباشر تقدر تبدا فيها كبروجكت اصلا بنظام تدريبي بسيستم تشغيل بكل حاجه، يعني تاخد توكيل فرانشايز يعني لبراند معين. او ان انت تتعلم مهارات من المهارات اللي احنا قلنا عليهم دول اللي هم اشتغل بسببهم او من خلالهم فريلانسر بعد كده، وتقدر تكسب بالدولار. الميزه دلوقتي ان التطور بدأ يبقى سريع اكتر، فبالتالي يعني الواحد ليه فرصه افضل من خلالها يقدر يجمع ما بين ده وما بين ده، يجمع ما بين النوعين مع بعض. ومن خلال النقطه دي نقدر ندخل على حته احسن ونعمل توسع اكتر لمصادر الدخل. يمكن هنعرف ده المره الجايه ان شاء الله.